ولدت في ناحية الصويرة، تمنار بالضبط، جامعة تيغاني دقيلول تما فين تولد. وقريت القرآن الكريم في مسجد عايشين تمانية حفظتو 6 الخطرات. واستغلينا هذيك فرصة المعهد الإسلامي في تمنار، فرع المعهد الإسلامي في تمنار في 62 63. ثم بعد ذلك الانتقال إلى تارودان، ثم هناك أخذت الشهادة الثانية التاسعة الآن ماي وكيبو التاسعة الآن. بعد ذلك انتقلت لمدرسة المعلمين في الدار البيضاء، قضيت عاما كاملا للتكوين، ثم أصبحت معلما لفترة ناحية زعير، ناحية الرباط، تقريبا 3 سنوات. بعد ذلك إلى الدار البيضاء، ومرة أخرى اجتزت امتحانا لتكوين أساتذة السلك الأول في مدينة مراكش، ثم عينت في ناحية الفقيه بن صالح لمدة عامين، ثم دخلت إلى مدينة أكادير، وفي نفس الوقت حصلت على الإجازة في الأدب العربي من جامعة القاضي عياض بمراكش، ونتقلت مرة أخرى إلى ثانوية في أكادير، ثم إلى مدرسة للتكوين في أكادير إلى آخره. وهكذا أتممت مسيرتي في ميدان تعليم تقريبا 34 سنة من العمل في مجال التعليم باللغة العربية تحديدا أستاذ محمد أكوناد، حيث أنك أتقنت العربية كما كنت تتقن الأمازيغية، اللغة الأمازيغية التي اخترتها لغة للإبداع والكتابة. وسؤالي هنا، كيف جاءت الكتابة بالأمازيغية بالنسبة لك؟ صحيح أن نحن عشنا ونشأنا في أحضان الثقافة الأمازيغية واللغة الأمازيغية، لأنه عندما كنت صغيرا في المسجد كنا نتلقى آيات القرآن الكريم، نحفظ القرآن، ولكن اللغة المستعملة هي اللغة الأمازيغية، أما الأهازيج والأغاني والعادات وغير ذلك كلها باللغة الأمازيغية. إذن كانت لغة طبيعية بالنسبة لنا، لا نعرف غيرها، بحيث تعلمنا الدرجة قليلا عندما دخلنا إلى تارودان إلى آخره. إذن كانت هي اللغة قريبة جدا من نفوسنا. ولكن كانت عندي محاولات للكتابة، لأن عندما كنت صغيرا كنت أقرأ في المسجد بعض متون المكتوبة باللغة الأمازيغية في مجال الدين، مثلا ما كتبه الأوزالي بحر الدموع والحوض وغيرها، كانت متداولة. وأتذكر بأنه عندما كنت صغيرا أمرني الفقيه بأن نقول له قصيدة بالعربية، ولكن في الكلمة الأخيرة دائما كتكون بالأمازيغية: اسم الإله في الكلام إزواري، وهو على عون العبيد إصداري، وهو الذي له جميع تلغاتين، وهو المجير وعبده من تمرتين إلى آخره. إذن وجدنا بأن الأمازيغية تكتب منذ الصغر، بأن تكتب بالحرف العربي، كان شيئا عاديا. ولكن عندما كنت في تارودان كان هدفنا هو أن نتملك اللغة العربية وأن نجيدها وأن لا نخطئ في قواعدها إلى آخره. هذا هو الهدف. الرجوع إلى اللغة الأمازيغية جاء بعد هذه الفترة، عندما كنت أستاذا الحين كنت أكتب بعض الأشعار باللغة الأمازيغية هكذا طبيعيا. ولكن عندما التقيت ببعض الأصدقاء كالأستاذ حسن بن القاسم وغيره، نبهني وقال لي: ألا تكتبوا بعض الأشياء بالأمازيغية؟ قلت له: هل يمكن نشرها؟ فشجعني كتبت له بعض الرسائل إلى آخره. وهكذا تطورنا. عندما رجعت لأدرس في مدينة أكادير كانت هناك بدايات الحركة الأمازيغية، كنا نجتمع حينئذ، بدأنا نكتب بعض الأشياء البسيطة، كلما اجتمعنا نبحث عن بعض كلمات ماذا سنقول لهذه بالأمازيغية، كل من يأتي بكلمة لم نكن نعرفها تعطى له جائزة إلى آخره. وهنا بدأ بعض الكتاب الأول في دار الشباب هنا في أكادير، تقريبا مدة 10 سنوات كنت فيها رئيسا لجمعية تمينوت، جمعية كانت تسمى في الأول جمعية الجريدة للثقافة والفنون الشعبية. من هناك ظهر أوائل الكتاب باللغة الأمازيغية. في الأول كان ذلك بالحرف العربي، وأصدرنا مجلة بسيطة سميناها أنالوز الأمل إلى آخره. وهكذا تطورنا، دخلنا إلى الجامعة الصيفية بأكادير وحضرنا لدوراتها وتتفكار جديدة. ثم ظهرت المطالب بالهوية الأمازيغية وباللغة الأمازيغية وبالبعد الثقافي الأمازيغي إلى آخره. فسرنا في هذا المسار، ولكن الهدف دائما كان هو الكتابة. مثلا أحسن طريقة للدفاع عن اللغة الأمازيغية هو الإبداع بها والكتابة بها. وما زلت أقول بأنه لكي تدافع يجب أن تفعل، أن تمارس. والحمد لله أنه
تحقق بعض الشيء في تمينوت في جميع الجريدة للثقافة والفنون الشعبية، ولكن في رابطة تيرا التي أحدثناها مؤخرا من 2009 تحقق هذا لأن كل الذين عندهم نفس الهدف في جمعيات أخرى اجتمعنا لكي نكون هذه الرابطة، لأنه يجمعنا هدف واحد هو النهوض بالكتابة والثقافة الأمازيغية. وفعلا الحمد لله نجحنا نسبيا حققنا بعض المسائل بهدوء، وخطابنا دائما خطاب حضاري يشعر المغاربة كلهم بأن هذه الثقافة هي لهم جميعا. وسقطت دعوات بعض الناس الذين كانوا يناوئوننا الآن، الناس الآن يفتخرون بأن لهم هوية عريقة ممتدة في التاريخ. يعني الحمد لله نحن في الطريق الحسن. أنتم قمتم بعمل كبير أستاذ محمد أكوناد، سواء في جمعية تماينوت أو حتى في رابطة تيرا سنتحدث عنها. كما قلت لي قبل قليل كتبت الشعر وكتبت الرواية وكتبت أيضا النقد، وروايتك الأولى حملت عنوان توارجيت ديمك. حدثنا عن هذا العمل الروائي الأول بالنسبة لك، ولماذا اخترت الرواية بعدما كتبت الشعر أستاذ محمد؟ الهدف الذي جعلني أفعل كنت أدرس الرواية في الثانوية وقرأت روايات تمتعت بها، وسواء كانت روايات مترجمة من اللغات الأخرى. مثلا ديستوفسكي قرأت روايات ديستوفسكي تقريبا كلها، الإخوة كارامازوف أثرت فيها جيدا، كما قرأت لتوفيق الحكيم ونجيب محفوظ وطه حسين والآخرين، كله رواد الكتابة العربية. وكان التحدي هو هل أستطيع أن أكتب نصا مشابها لتلك الروايات باللغة الأمازيغية. كان هذا هو الهدف الأول، لأنه كان الصعوبة كانت هو أين ستجد ما يكفي غير من الكلمات المعجمية المناسبة للأفكار المجردة لكي تكتب رواية. وحاولت وكتبت هذا النص وعرضته على كثير من الأصدقاء قبل أن ينشر. قلت وحتى إذا نشرت هذا الكتاب من سيقرأه؟ وكان عجبي أنه في خلال السنة واحدة كتبت عليها 11 دراسة. كان ذلك غريبا. بالنسبة لهذه الرواية عندها واحد الحظ في الشكل، لأنها هي اللي ترجمت الفرنسية من بعد، وهي الآن تترجم إلى اللغة الإنجليزية. وصلت طبعتها الثالثة أعتقد. الثانية هي دابا اللي كاينة دابا هي الطبعة الثانية، هذيك اللي فيها المكتوبة بالحرف تيفينا والحرف اللاتيني هي الطبعة الثانية. الطبعة الأولى كانت فقط بالحرف اللاتيني. المهم أن هذه الرواية أخذت بعض ما تستحق لأن نشرت وعرفت، وأخبرني بعض الأصدقاء في الرباط بأن ما كتب عليها هو الذي درس في بعض الجامعات المغربية التي تدرس الأدب الأمازيغي. كتبت بعدها روايتين أخريين، جيجنتيدي أزهار العرق، ثم تمورتني الفون أرض الخنازير. كما كتبت مجموعة قصصية تغوفينومين عشق الحكايات وديوان شعري. هذا الديوان الشعري كان هو الأول، هو الذي كتبته في الأول، فإذا بصديق يتصل بي ويقول لي لما تريد أن تكتب في الشعر وكل الناس يكتبون في الشعر وكأن ليس لنا إلا الشعر. فانصرفت عنه واتجهت إلى السرد، فظهرت تلك الروايات وبعض الترجمات. إننا ترجمت الكثير من الحكايات والقصص الروسية. نعم، روسية الأصل، ولكن من الفرنسية ترجمتها إلى اللغة الأمازيغية ونشرتها لكي أعود في الأخير إلى هذا الديوان الشعري. الديوان الشعري حمل عنوان عرس الانتظار، وفعلا اسم على مسمى لأنك انتظرت طويلا حتى تنشره. نعم، يظن بأن عرسه ما زال منتظرا. بالمناسبة أستاذ محمد أكوناد، أشير إلى أنك توجت بجائزة الترجمة من قبل المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية أيضا عن المجموعة القصصية التي قمت بترجمتها. فعلا تلك الحكايات الروسية، إحدى تلك الحكايات الروسية عجبتني لأنني وجدت الخيال الذي يكتب به الروس كالخيال الأمازيغي، وفعلا لست الوحيد الذي لاحظ هذا. أيضا الأستاذ حداشي لاحظ ذلك وكتب عليه مقالا. نتشابه في بعض المسائل، معنا الغولة بالخصوص حاضرة عندنا وحاضرة في الأدب الروسي، دائما تدور حول هذا. ثم القصة الحكاية كما هي معروف، دائما الخير يتغلب على الشر، زيادة على أن المغامرات في الأدب الروسي
أعمق إلى آخره. وشدتني هذه الحكايات وترجمتها وعدت الآن جمعها ورجعتها مرة أخرى في كتاب جمعها. كانت 5 حكايات منفصلة، الآن جمعتها في مجلد واحد، وأضفت عليها حكاية أخرى من الأدب شمال أوروبا، وكانت 6 حكايات جميلة، والمسار طويل ولكن ما هو أمامنا كثير جدا. أستاذ محمد أكوناد، الملاحظ حرصك على طرق كل أشكال الإبداع، كتبت الرواية والشعر وترجمت أيضا، الذي جعلني أكتب في أغراض كثيرة، وأنك تحس بأن ما ينقص أكثر من أن تتركه، فتقول لماذا نترك الترجمة، لماذا نترك المسرح، لماذا كذا، والكتاب قليلون. أما الآن الحمد لله، فبعد أن أصبح عندنا تقريبا أكثر من 100 كتاب، كاتب وكاتبة، أصبح بعض الشباب يقومون بهذه المهمات في ميدان الترجمة وفي ميدان المسرح وفي ميدان الرواية وفي ميدان النقد. بالمناسبة أنت أصدرت كتابا عن النقد عنوانه برز المغرب، فخار المرأة، لأنني استقيت هذا العنوان من هذه المجموعة القصصية التي كتبتها الدكتورة ملكة أبو طالب تحت عنوان تيسي هيباتيا، الذي أترجمه بأنه تراث هيباتيا كما تعرفين فيلسوفة قديمة في مصر. هذا كعنوان، ولكن جمعت فيها نساء لهن شأن في العالم، وبينت دورهن وكيف أنهن صمدن وتحدينا الصعاب واستطعنا أن يصلنا أن يحققنا مرادهن في الحياة. عجبتني المجموعة القصيرة وكتبت عنها، كنت أكتب عنها مقالا، فإذا بالمعهد الملكي يطلب منا أن نكتب كتبا عن النقد، 4 كتب في النقد، فكان علينا أن نتمم لكي تكون عندنا كتابة نقدية بالأمازيغية وحصرا بحرف تفينار. ولكن اللغة الأمازيغية التي ما زالت تحتاج أن تكون لها مصطلحات وأن يكون هناك ميران قبل أن تكتبها، ولكن الحمد لله نحن دخلنا في هذا الميدان هو أيضا. أعطاك الله الصحة، وأنت تقوم بعمل كبير أستاذ محمد أكوناد، والأدب الأمازيغي المكتوب مدين لك ولمجموعة من الأسماء، من بينهم أيضا الأستاذ الحسن زهور الأديب والكاتب والباحث، وكذلك رئيس رابطة تيرا للكتاب باللغة الأمازيغية، وهو معنا اليوم. أستاذ الحسن، أهلا وسهلا بك. أهلا أستاذة، وكنشكرك بعد هذا البرنامج الأدبي والثقافي اللي كيهتم بالثقافة المغربية بلغتها العربية والأمازيغية. شكرا لك. سأطلب منك كلمة في حق ضيفنا الأستاذ محمد أكوناد، وأنت قلت لي عندما تحدثت معك سابقا إنه رفيق، وقلت لي كلمة تحديدا تستخدمونها على المستوى الضيق أنتم الأصدقاء، أمغار. هو الأمغار في الثقافة المغربية هو شيخ الجماعة، ليس شيخا بالنسبة للسن، ولكن شيخ بالنسبة للحكمة، بالنسبة للقيمة في القيم وفي الحكمة وفي العقل. هذا هو أمغار، وفي حل النزاعات وفي التفكير وفي وضع الاستراتيجية للجماعة إلى آخره. هذا هو أمغار، وأمغار نحترمه. ومنها في اللغة الأمازيغية تمغارت، عندما نقول تمغارت بمعنى المرأة، وتمغارت مؤنث أمغار بمعنى هو نوع من التقديس للمرأة في الثقافة الأمازيغية. ملي كنقولوا عندما نقول الثقافة الأمازيغية نقول الثقافة المغربية. رابطة تيرا هي من الجمعيات القليلة التي تهتم بالإبداع وبالكتابة بالأمازيغية، وأصدرت مجموعة من الكتب. حدثنا عن الدور الذي اطلعت به، خصوصا وأن الأرقام هي التي تتحدث أستاذ الحسن. بالنسبة لرابطة تيرا ولا تزغان تيرا نمار ستمازيغ، أولا بدأت الفكرة تقريبا 2007 عند أوتل من الكتاب وبعض الكاتبات حول تأسيس واحد الإطار الذي يجمع بين الكتاب والكاتبات بالأمازيغية. لا نسميها رابطة الكتاب الأمازيغ، رابطة الكتاب بالأمازيغية، بمعنى بالأمازيغية اكتب بما شئت، ولكن غير الشرط الأساسي أن تكتب بالأمازيغية. نحن نكتب بالعربية وبلغات أخرى. الشرط الذي لديكم هو أن يكتب الكاتب بالأمازيغية. لماذا؟ لأن الأمازيغية يجب أن تعطى الأهمية. لذلك عندما تصل مثلا إلى مستوى ما مقبول ستكون مثلها مثل بقية اللغات، لن نميز مثلا الإطار بكذا. هذا هو طرحنا تقريبا خطة العمل تشجيع الشباب والشابات على الإبداع،
الابداع والكتابه. وبذلك طرحنا طرق العمل، منها اولا تكوين الشباب في بعض الأجناس الأدبية. طرحنا قضية أو استراتيجية الاهتمام بالجنس النثري خصوصا الأجناس الأدبية الحديثة. هنا بدأنا مثلا بالتكوين في القصة ثم كل سنة نقيم وننظم تكوينا أو دورة تكوينية في جنس أدبي حديث. فقط أشير بأن هذه واحدة من مبادراتكم المتعددة أستاذ الحسن زهور، وأذكر بأنك رئيس رابطة تيرا للكتاب باللغة الأمازيغية. أستاذ محمد أكوناد، أنت لم تخدم الأدب والثقافة الأمازيغية إبداعا فقط أو كتابة باللغة الأمازيغية فقط، ولكن خدمتها أيضا عبر الإعلام أزيد من 30 عاما، وأنت تقدم برامج ثقافية عبر الإذاعة، عبر إذاعة أكادير. طبعا في برامجك استضفت كبار الكتاب والمبدعين باللغة الأمازيغية. هذه تجربة ماذا تعني لك؟ التجربة في الإذاعة الجهوية لأكادير جاءت في ظروف معينة. عندما كنا صغارا كنا نتابع برامج الإذاعة الوطنية بالأمازيغية، وكانت فيها برامج تشدنا شدا، خاصة برنامج كان يعده المرحوم سي حماد مزال في النقد الأدبي الشفوي، وكان يوم الأحد سمى أبارز نيتو مالك، وبعض البرامج أخرى سقسيت الدين إلى آخره. عندما كنا في الجامعة كنا نحس بأن الإذاعة الأمازيغية متجاوزة بعض الشيء، كانت تدور حول بعض المواضيع المستهلكة التي تتعلق بالبادية المغربية وما هو قديم ما يتعلق بالأعراس وما يتعلق بالمواسم وما يتعلق بالشؤون يتعلق بالناس الذين يسكنون في الجبل، ولكن قلما تلتفت إلى ما هو جديد في ميدان الآداب والثقافة وغير ذلك. كنا نتحرك شوقا أن تكون هناك برامج من هذا النوع. عندما كنا في مراكش كنت مع بعض الأصدقاء ونتمنى هذا، وكما يقولون عندما تتمنى شيئا فالله يساعدك على أن تحققه، هذا لا شك فيه. في يوم من الأيام اتفقت مع صديق لي رحمه الله والأستاذ عبد الله بليليط على أن ننجز برنامجا إذا أمكن. كنا متفقين على ذلك، فتحقق هذا في 1993 عندما كان الأستاذ الإعلامي عبد الله سفار ذكره الله بخير في ميدان أكادير، وكان يسكن بجانب هذا الصديق، فسأله هل على إمكانية إنجاز برنامج بالأمازيغية في الإذاعة، فقال له نعم، ونحن مستعدون أن نحتضن هذا البرنامج ومحتاجون إلى الطاقات الجديدة. وفعلا هل تريد أن تنجز هذا البرنامج؟ قلت له نعم. وهكذا دخلت إلى الإذاعة فقلت لهم أنا أستاذ، هل أستطيع أن أنجز برنامجا؟ قال نعم. قلت لهم سأفعل ذلك كل 15 يوم. قال لي لا، لابد أن يكون أسبوعيا، فوافقت. وهذا جهد محمود ومشكور عليه طبعا أستاذ محمد أكوناد، لأنه أيضا يسهم في تقريب الأدب والثقافة. هذا ما أريد. في البرنامج أركز أكثر على الأدب الأمازيغي الحديث، ما هو مكتوب بالخصوص. كنت أتابع لأني أنا في الجمعية وكنت أكتب إلى آخره، إذا أنا أعرف مسيرة هذا الأدب الشاب الذي ما زال في نشأته الأولى، وكان مسموعا في المغرب كله، لأنه برامج إذاعة أكادير في وقت من الأوقات كانت تذاع حتى في الإذاعة الوطنية. والحمد لله البرنامج أعطى كثير من النتائج. كان هناك استفتاء وكانت الجائزة الأولى لي، واستفتاء آخر حصلت نفس الشيء على الجائزة الأولى، والحمد لله وزال البرنامج يؤدي مهمته. أستاذ الحسن زهور، اهتمت رابطة تيرا أيضا بترجمة مجموعة من الأعمال من الأدب العالمي وأيضا العربي. ترجمة من الأدب العالمية سواء العربية مثلا ترجمنا لتوفيق الحكيم، ترجمنا للرواية تقارير مخبر عربية، تقريبا كتاب النبيل الجبران أصدرنا ترجمة كليل وديمنا، ترجمنا من رجعنا الرواية الأمازيغية الأصل هي الحمار الذهبي، هي كتبت باللاتينية ولكن بتفكير أمازيغي، رجعنا حتى هي هذه المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، السي محمد أكوناد مع السي محمد يوسوس هما اللي رجعوها للأمازيغية. بالنسبة للأدب العالمي تقريبا الأدب الفرنسي أصدرنا هذاك ديال قص موباسان، ترجمنا البير كامي، ترجمنا سارتر. عندنا مشكل التوزيع،
الظروف ما زالت غير مساعده للنشر الكتاب الامازيغي. من بين هذه الظروف هو حصر التعليم الامازيغيه واللغه الامازيغيه في التعليم البدائي. ربما هذا ما يفسر هذه الغزاره في الانتاج، ولكن في المقابل المحدوديه في الانتشار. استاذ محمد اكوناد، لديك تعقيب على استاذ زهور؟ لو نتعلق بالاحصاء، نسبه ما ينشر بالامازيغيه مقارنه باللغه العربيه واللغه الفرنسيه، حقيقه هذه لست ادري كيف هذه المقارنه، لأن اللغة الأمازيغية لحد الساعة لم تعمم في المدارس المغربية، ما زالت في أقسام الابتدائية، بعض الأقسام الابتدائية. إذن هذه المنشورات الآن تتعلق فقط بجمعية بسيطة هي جمعيتنا، ثم المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية. إذن هذا الإحصاء ستكون له أهمية عندما تنشر، عندما تعمم اللغة الأمازيغية على الأقل تصل إلى مستوى الثانوي والإعدادي. الكاتب الأمازيغي الحديث هو بين ثقافتين، أقول بين أسلوبين، أسلوب ثقافة شفوية ورثها وثقافة أخرى تعلمها في المدرسة، فيحاول أن يوائم بينهما لكي يكون له أسلوب في مستوى العصر. هذه الصعوبات قل ما يدركها الناس. يقول لك لماذا لم تصل الأمازيغية، لماذا لا تكون كالعربية؟ باستعداد البرنامج الذي تقومين به وأنت مشكورة جدا على هذا، لأن قلما من أن نجد صحفيين يريدون أن يعرفوا بالضبط ماذا يقع بالنسبة للذين يقومون بهذه المهمة، يطلعون بمهمة تحديث الكتابة باللغة الأمازيغية. إذا ننتظر الخير إن شاء الله عندما تعم اللغة الأمازيغية في المغرب، ونشكر كل الذين يساعدون في ظهوره مثل برنامجكم الذي يعطي الفرصة للكتاب والكتاب أن يعرف. هذا واجب أستاذ محمد أكوناد. وفي الحقيقة القارئ يفوته الكثير، من لا يستطيع أن يقرأ هذا الأدب بمختلف أشكال الإبداع، سواء كان شعرا أو رواية أو غير ذلك. نتمنى طبعا بفضلكم، بفضل جهود جميع المؤسسات وأيضا الجمعيات وكل من بإمكانه أن يقدم عملا، نتمنى أن يجد هذا الأدب المكانة التي تليق به. الحديث معكما ممتع، ولكن للأسف الوقت ضيق. قبل أن أختم سأسألكما عن الكتاب الذي تقرأانه حاليا. ما الكتاب الذي تقرأه حاليا أستاذ الحسن زهور؟ قراءة متفرقة، رواية لواحد إيطالي مورافيو، ترجمة السي محمد أكوناد، واحد القصة مورافيا يمكن مرافيا. شكرا لك أستاذ الحسن. أستاذ محمد أكوناد، ما الكتاب الذي تقرأه حاليا؟ في المدة الأخيرة قرأت تقريبا أغلب روايات الأستاذ حسن أوريد، وآخر رواية قرأتها البشادور، رواية جميلة أنه يستطيع أن يخلط بين التاريخ والرواية وشيء جميل. كما قرأت رواية الله استعرتها من الأستاذ سيزاهور، رواء مكة، نفس الكاتب. هل تفكر في أن تترجم واحدة من هذه الروايات أستاذ حسن أوريد إلى الأمازيغية مثلا؟ صديق لي ترجمة، هو الأستاذ بسطام، سيرة حمار، ترجمها. يمر في ذهني أن أفكر في ذلك فعلا، لأن لدي هذيك تور قدامك ستترجم اللغة العربية بعد ديال تنيت أنا. نحن في انتظار إذن هذه الأعمال المترجمة. أشكرك شكرا جزيلا الكاتب والروائي الأستاذ الكبير سي محمد أكوناد، شكرا جزيلا لك. الشكر لك بالخصوص لأنك جالستنا واطلعت على أهم وأعمق ما نقوم به فيما يتعلق باللغة الأمازيغية. شكرا لك أستاذ الحسن زهور، الباحث والكاتب ورئيس رابطة تيرا للكتاب باللغة الأمازيغية، شكرا جزيلا لك. يا رمتيني بعدا تنميرتي تسلمتنا هي الأستاذتنا، تنميرت فا وغواسات البرنامجات اللي تسكرت أسكلام أدبي أدلسان ثقافي أشكو زند إغواسناد بحال هاد البرامج زند إغواسناد تني أي تال شوية أتيك نسكلا